السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعة، هي الكرة هدف. الكرة اللي جت في مرمى الأهلي امبارح من مازيمبي هدف. يعني جمهور نادي الزمالك أجمع إنها هدف، ماشي هدف. طب يعني الخماسية من صن داونز، احنا شلنا خماسية من صن داونز مرتين، واحنا بنتلطش من القارة كلها. احنا الأهلي بنتلطش من القارة كلها. طيب ده يضايقك في حاجة؟ يعني احنا دلوقتي الهدف اتلغى، واللي كان بيقابل الاهلي في نص النهائي هو مازيمبي الكونغولي، مش الزمالك الكونغولي. مازيمبي هو مازيمبي الكونغولي، مش الزمالك ولا حاجة خالص. دلوقتي انت زعلان في ايه؟ الهدف اتلغى، ده يزعلك في ايه؟ انت في الكونفدرالية وهتلعب نص نهائي ان شاء الله بكرة. يعني بتلعب في نص النهائي مباراة العودة بكرة ان شاء الله مع دريمز الغاني. يعني انت ايه بقى اللي مزعلك ان الكرة ما اتحسبتش هدف لمازيمبي؟ الحاجة التانية، انت يعني احنا نفضل في حوار المؤامرات وحوار ان احنا يعني صفقة مثلا الاهلي بياخدها، لا ده الصفقة دي كانت بتاعتنا، ده الصفقة دي كانت لينا، ده الاهلي دخل عليها. يعني احنا نفضل في نظرية المؤامرات دي لحد امتى؟ انت كجمهور زمالك، دي هدف، دي هدف، وما اتحسبتش. الحكم ما حسبهاش، الحكم مشكورا ما حسبهاش. يعني انت ايه اللي مزعلك في ان الكوره ما اتحسبتش هدف؟ دي حاجه، يعني دي حاجه انا يعني مستغربها بصراحه. انت في بطوله تانية خالص، انت هتلعب كونفدراليه في نص نهائي كونفدراليه ان شاء الله تصعد يعني باذن الله، عشان نرتاح شويه من الهاري. يعني الاهلي صعد وهيقابل الترجي، وانت ممكن تكون هتقابلنا مكان الترجي في النهائي مثلا، يعني مثلا يعني. فيعني انا بستغرب العقليه اللي انتوا بتتعاملوا بيها، بستغرب العقليه اللي جمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك عموما بيتعامل بيها. الكره ما اتحسبتش هدف، ده ما يزعلكش في حاجه. النادي الاهلي فريق مصري وبيقابل فريق افريقي او فريق من خارج الدوله. يعني المفروض ان انت كجمهور تشجع نادي الاهلي، مش هقول لك تشجعه. خلاص ما تعلقش على حاجه حصلت وخلاص وعدت. اولا الهدف لمسه يد صحيحه، لمسه يد صحيحه، ومش انا اللي بقول الكلام ده، محللين الكره الكبار جدا والحكام واي حكم حتى لو زملكاوي في مصر هيقول لك انها ممكن كابتن ياسر عبد الرؤوف يقولها لك، ان اللي بيجي على قناه الزمالك يقول لك ان الكره دي لمسه يد على لاعب مازيمبي، والدليل ان اللاعب ما راحش اعترض على الكوره. فيا ريت كل واحد يلتزم باللي هو بيعمله. انت في بطولة تانية وانا في بطولة، انا في دوري الابطال كاهلي، وانت كزمالك في الكونفدرالية. ربنا يكرمك وتصعد نهائي الكونفدرالية وتاخد البطولة ان شاء الله، ولكن كل واحد بيفكر من وجهة نظره. انت مش عايز الاهلي ياخد بطولة تاني في دوري الأبطال، أنا نفس الكلام ممكن أكون مش عايزك، بس دي ترجع لي بيني وبين نفسي، مخليها لنفسي. إنما ما بطلعش أنتقد وأقول دي لمسة يد أو مش لمسة يد، وده خرج عن في جمهور من النادي الأهلي بيقول، ولكن كل واحد يلتزم بناديه ويشجع ناديه، ده الافضل، ده الافضل. ويا ريت كل واحد يخليه في ناديه ويشجع ناديه. انما انت يعني هنفضل في نظريه المؤامره لحد امتى؟ لحد امتى هنفضل نقول الاهلي بيكسب بالحكام؟ الاهلي من ايام عيسى حياته وهو بيرشي الاتحاد الافريقي. النادي الاهلي احنا كم مره اتظلمنا من التحكيم؟ يعني كم بطوله افريقيه او كم دوري ابطال افريقيا راح مننا بالتحكيم؟ كلنا فاكرين طبعا العرجوني، اكيد كله فاكره، مفيش حد يقدر ينساه. وجمهور الزمالك ونادي الزمالك قبل جمهور النادي الاهلي كلنا فاكرين الكلام ده. انت لما خدت الكونفدراليه بالهدف اللي دخل في جنش، ومع ذلك خدت البطوله، انا ما اتكلمتش، ما طلعتش قلت الكره هدف او مش هدف. في ناس طلعت قالت، ولكن انا بتمنى ان كل واحد ياخد باله من كلامه ويعقل الكلام قبل ما يقوله، لان طبعا انت في بطوله وانا في بطوله تانية خالص. وربنا يوفقك ويوفق النادي الاهلي في النهائي ان شاء الله. ولو انت صعدت النهائي، لو صعدت النهائي ربنا يوفقك طبعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس
ليصلك كل جديد، وما تنساش اللايك المتين.